هل ممكن حد يتحكم فيك وتعمل له كل اللي هو عايزه كأنه ساحر لك؟ التلاعب النفسي أو العاطفي عبارة عن استخدام وسائل خفية غير مباشرة للتأثير على أفكارك ومشاعرك وتصرفاتك ومن غير ما تحس بده. هبسطها لك يا عم. شخص بيخلي اللي قدامه يعمل حاجة مش عايز يعملها، بس بيخليه يعملها وهو راضي ومبسوط. بيستخدم طرق نفسية ذكية وأحيانا خبيثة. امثله بقى بسيطه للتلاعب ده عشان تصحصحوا معايا كده. ما تعملوا لايك يا جدعان، اعملوا لايك واشتركوا في القناه. شخص بيخليك تحس بالذنب عشان تفضل معاه. مديرك يقول لك كلام حلو ولذيذ عشان تقبل شغل بزياده ومن غير ما تاخد عليه فلوس. حد بيحبك وبيهددك عاطفيا، لو بتحبني مش هتقول لا وهتعمل لي ده. حد بيخبي عنك معلومه او يشوه الحقيقه عشان يحقق هدفه من خلالك انت. طب ايه بقى اشهر ادوات التلاعب؟ اللوم والذنب، يخليك تحس انك غلطان طول الوقت. التقليل منك وبيكسرك عشان تحس انك محتاجه. حلوه النضاره دي صح؟ والله عم مكلفين 2000 جنيه والله. المهم خلينا في موضوعنا. الاخفاء والالتواء، ما يقولكش كل الحقيقه او يقلب الحقائق عليك. اللعب بالعاطفه، يستغل خوفك، تعاطفك او رغبتك في رضا الناس، يعني بيلعب على نقاط ضعفك اللي هو عارفها كويس. ازاي بقى تكتشف التلاعب ده لو انت في لعبة؟ هو ده الكلام الحلو. اسأل نفسك، هل انا بعمل الشيء ده برغبتي الكاملة ولا لا؟ هل بحس في ضغط خافي بيحصل عليا وانا مش واخد بالي؟ ناس بتلعب في دماغي كده. هل الشخص ده بيكرر نفس الاسلوب بتاعه مع غيري لو انا راقبته؟ طب لو رفضت، هل هيحسسني ان انا انسان سيء ويقعد يبوخني كده، وانت ليه قاعد ما عملتش الكلام ده، وانت ليه قاعد ما عملتش؟ فانت بقى تراقب نفسك وتشوف ازاي تتجنب التلاعب. اعرف حدودك واعرف حقوقك. اسأل اسئلة مباشرة، ولو الجواب مش على السؤال بشكل واضح كده وصريح، اسأله السؤال تاني وما تطلعش منه الا باجابة صريحة. لان المتلاعب بيقعد افاق يلف ويدور، ما يجاوبش على السؤال بتاعك ابدا ابدا. اوعى تحس بالذنب لو قلت كلمة لا، وتعلم انك تقولها دايما وكون فيها شجاع. راقب افعال الناس مش كلامهم بس. وبكده انا خلصت. يا ريت بقى انتوا تخلصوا جميلكم معايا وتعملوا لايك. الله ربنا يا رب يا رب، لايك واشتراك يا رب، اللهم امين يا رب. لايك واشتراك، لايك واشتراك وتعليقات. وانا عايز الفيديو ده ينفجر، عشان الفيديو ده اخد مني، انا لسه هحكي لكم حاجات كتيرة حلوة. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك، وتحكوا لي في التعليقات لو حصل معاكم تلاعب قبل كده.